في النقادي القانون الاساسي، ونعتبر هذه خطوه ايجابيه على فرار نعتبره في الوظيفه العموميه من القطاعات القلائل اللي تحصلوا على النظام القانون الاساسي المنظم للوظيفه، ونعتبرها نقطه ايجابيه. ولكن تبقى مساله مهمه وقانونيه لابد لرئاسه الحكومه ان تمضي هذا الاتفاق باش يصبح معناها في الرايد الرسمي ويبقى نافذ المفعول، وسنعطي آجال إلى ما قبل 4 أكتوبر. إذا كان الحكومة هذه كما عودتنا سابقا بالتراجعات عن كل الاتفاقيات فأنا نطالب بإمضاء هذا المحضر الاتفاق وإصداره بالرائد الرسمي ليصبح نافذ المفعول. وإذا كان ما يصيرش راهو نهار 4 أكتوبر سنقوم بالإضراب القطاعي العام في التعليم الثانوي وبقية القطاعات من الصحة التعليم الثانوي إلى آخره. سامحوني كانت قطاعات أنا ما سميتهاش. وموظفي التربية وأسلاك التربية بأنواعها مع كل أسلاك التربية وموظفي الإدارة الجهوية. نحب النقطة الأولى أن تحية إكبار لكل الشهداء الذين استشهدوا من أجل أن ترتقي بهذه البلاد إلى ما أفضل. مي مالوريزمون نشوفوا بالبلاد هذه قاعدة توخر ودار لقمان معناها على حالة، بالعكس أتعس. اليوم معناها نشوفوا معناها كل التراجعات، نشوفوا معناها تحقق حتى شيء بالبلاد. البلاد معناها كما هي كما بدأت قبل 14 بل أسوأ من 14 معناها. نشوفوا بقطاعنا باش نخصص معناها شوي الوزارة تتعنت رغم أنهم الذين وصلوا إلى سدة الحكم وصلوا معناها كان القطاعات معناها المناضلة وساهموا وقعت الانتخابات في مدارسنا وبمعلمينا وكل شيء، لكن اليوم يجازى المعلم هكذا. لنا آلياتنا باش نردوا على كل الأساليب معناها المستوية بتاع الوزارة واليد الطولة تعتبرها معناها المعلمين سوف تبصروا هذه الأيدي. نحن كمعلمين لنا وقفات احتجاجية وقفة إدارية نهار 28 أوت وقررت القرار التالي في خطوة نضالية متكاملة. اليوم وقفة احتجاجية 5 سبتمبر في كل المنتديات الجهوية، لدوز نهار 3 سبتمبر وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية وستكون معنا بكثافة، وتتوج بإضراب يوم 4 أكتوبر زودا عن مكاسبنا ودفاعا عن مطالبنا. هذا الخط النضالي، وبعدها سنقرر خطوات النضالية المستقبلية إذا لم تتراجع هذه الوزارة وهذه الحكومة على القرارات معناها الجائرة. نحن لسنا دعاة إضراب ولسنا دعاة فوضى، بل اضطررنا اضطرارا إلى هذه الإضرابات وهذه الوقفات الاحتجاجية. ما تكون كان مع بعضنا واليد في اليد. نعاود ونجدد نقول علاش باش نضربوا نحن. صحيح معناها وقع اتفاق في القانون الأساسي وهذا مكسب، وهذا ناضلت عليه المعلمين والمعلمات ونقابتهم العامة باش وتحقق المكسب هذايا. وكل الاتفاقيات التي أبرمت ستضمن في القانون الأساسي، لكن يبقى هذا مرهون أن يتعدل المجلس الوزاري، ويبقى عليه المجلس الوزاري بعد يتعدل المحكمة الإدارية باش ياخذ الرائد الرسمي ويولي قانوني وثابت. قضايا لازم يتم، إذا ما يتمش نحن هنا موجودين معنا باش نناضلوا عليه. 2 معناها على باش نضرب الحاجات الخلافية بيننا وبين الوزارة، منها العودة المدرسية. وتعرفوا كل رقاتي والثاني أبرمنا اتفاق معهم على أن تكون ب 50%، ما نعرفش نزيدوا فيها. بعد الوزارة تتلكى وتقول لكم بروتوكول معنا اتحاد الشغل، زدنا منها خصوصية الانتظار لا يمكن تحكوا معنا إلا أبارتير في 2013 في جوية 2013. هذا غلط لأن هذا اتفاق اتفقنا باش نزيدوها 50%. 2 الخصم معناتها أيام الإضراب، هذا قانون جائر من قبل الاستقلال، ما إذا كان الاستقلال اللي نختلفوا فيه مقبل بال 49 وتبقى القانون هذا. نحن ما تغيبناش، نحن قمنا بمدارسنا بإضراب احتجاجي وقاعدين نحتجوا لم نتغير. نحن في عمل يومها وما ثمش حتى قانون يخول للدولة دي باش تقسم الأيامات، ونشوفوا معناها الدول بالمعلمين تقسموا لهم ومش برازات مش ناس صغيرين ونعرف معناها علاش، وبعد راهم باش يتعدوا للناس الأخرى. إذا كانت تعتبرها منع من القسام راهم بدون تاع الابتدائي وماشيين معناها القطاعات الأخرى. شادين في حقوق المرابين، شادين في حقوق المرابين، شادين في حقوق المرابين، شادين في حقوق
المربين شادين شادين في حقوق المربين شادين شادين في حقوق المربين شادين شادين. والاستقلاليه الماليه تاع المدارس الابتدائيه، نشوفوا كل المدارس الابتدائيه تتخبط والمديرين والمعلمين المكلفين باداره المدارس ناس تساسي باش توفر الورق وتوفر الاحبار والكل، والدوله هز ايديها. نحن اليوم دعوه لكل المعلمين ماناش نحلوا منها مشاكل الدوله، ماناش نحطوا في الاعصاب العاجله. ليش؟ لانه المعلم القطاع الوحيد اللي يصرف على خدمته هو المعلم. اليوم ابناء الشعب ما عندهمش حتى واحد كان نحن. تقييم ولا حاجه نعملوا اكزرسيس ثلاثين على السبوره وما نصرفش من جيبهم الاوراق معناها والاحبار باش يتحملوا معناها مسؤوليه. المعلم تطبيق معناها باش نطبقوا الاتفاقيات وشنو فرضوها. استاذ تعليم ابتدائي 18 ساعه نحن دعونا في اتفاق الى تنظيره باستاذ تعليم ثانوي، معناها نهار تعطيك المدير معناها مش 12 ساعه ما تاخذوش الروح تاعك. معلم تطبيق، اي معلم تطبيق دون قيد او شرط 20 ساعه معناها يخدم، وهذا باش نطبقوه باش نعملوه ونبدوا به مع بعض. ونعاود نوجه دعوه للمعلمين المكلفين باداره المدارس معناها لهم المديرين، نعاود معناها نجدد لهم دعوه. وقلت قبل وقلت يمسوا اجتماع معناها مديرين مع الاداره حتى واحد ما يبعث مقايمات في الغرض، لانه معناها يقول فيها اجيال معقوله لا يمكن يوم بعد 4 شهور وش يطالبوا مع الناس هذه باش تعطيهم قوائم. ماناش نعطوا حتى قائمه، وكان لقيت من تخص برا قص 70,000 معناها معلم، حتى معلم حتى مدير ما يبعث لهم قوائم. مالوريزمون انا سمعت كونه سامي شكون بعث هذايا معناها انا نعتبر ما ينجمش نكونوا روياليست كل روا، معناها هذايا معناها يضحكوا على ضغطنا انه معناها بعد 4 شهور يطالبوا حتى المدير ونتحمل مسؤوليته. وهذه مذكره النقابه العامه معناها النقابه الجهويه مش نحطها بالمسؤوليات الكامله قدام الاداره الجهويه قدام الوزاره. اي مدير يتعرض لوظائف خاصه بالمساله هذه يجينا وتشوفوا معنا بهذه اللحظه تصور حتى نعمل تصور. المجتمعون اليوم 5/9/2012 امام المندوبيه الجهويه للتربيه بالسليانه تعبيرا عن تمسكهم بكل مكاسب القطاع وعدم تنازلهم عن كل الاتفاقيات الممضاة مع الطرف الوزاري، ومطالبتهم بالاسراع النظام الاساسي الخاص بسلك مدرسي التعليم الابتدائي في اقرب الاجال، واحتجاجا على 1. رفض قرار وزير التربيه الجائر القاضي بخصم ايام الاضراب. 2. تراجع وزاره الاشراف عن الترفيع في منحه مستلزمات العزل المدرسيه وتحديد قيمتها وتاريخ صرفها. 3. المنشور الوزاري المتعلق بالاهرامات وعدم تنفيذ الاتفاق الخاص بالمعلم المعوض. 4. عدم مراجعه مقتضيات الفصل 35 من القانون التوجيهي. 5. عدم تشريك النقابه الجهويه في معالجه ملفات النواب والمتعاقدين وصلاح المنظومه التربويه. معناها جهويا ما عايزوش النقابه الجهويه باش تساهم وتكون شريك فعلي في النواب، لانه يعرف معناها القادرين باش تمشي بكل شفافيه كان النقابات. ما عايزوش معناها الاصلاح التربوي وما كناش معناها شريك، هذا للتاريخ. ونؤكد والتزامنا بكل مسؤوليه على انجاح السنه الدراسيه دفاعا عن المدرسه العموميه وحق ابنائنا في تعليم مجاني وديمقراطي، فاننا مستعدون للدفاع عن مكاسبنا بكل الوسائل المشروعه بما في ذلك الاضراب. عاشت نضالات المعلمين، عاش الاتحاد عن تونس الشغل الحر المستقلا ديمقراطيا ومناضلا عن النقابه الجهويه التعليميه للسياسه السلام. عاش الاتحاد اكبر قوه في البلاد. عاش الاتحاد اكبر قوه في البلاد.